السلام عليكم البنات، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نحضروا حلوى فيها جوج شكال ومقادير اللي هما بساط وكاينين في كاع المنازل ديالكم. غادي نبداو بالزبده، هي الاولى، رابعه ديال الزبده، ونحتاجوا زلافه ديال السكر سنيده، زلافه ديال الزيت. غادي ندمجوهم مع بعضياتهم مزيان. تبقاي كل مره بشويه بشويه تحطي الزيت، تكبيه حتى ترطاب لك ديك السنيده في يدك مع الزبده حتى تولي على شكل كريمه كيف ما موالفين، كما كنوريكم في الفيديوهات السابقه. نفس الطريقه غديروها حتى اليوم، وان شاء الله غتكون الوصفه ناجحه معكم. كيف ما كتشوفوا معايا غتبقاو تدلكوا الزبده بهذه الطريقه حتى غتولي بحال الكريمه، تولي صفرة وخفيفه في يديكم. هاد الحلوى كتخرج بزاف، تقريبا شي 60 وحده، 60 حبه. انا كنصور معكم كل شيء، ما كنبغيش نقص شي حاجه باش تشوفوا العجينه كيفاش كتكون وكيفاش كنجمعوها. غتبعوا معايا الطريقه فحال هكا، ما تنساي حتى حاجه. غتزيدي واحد الساشي ديال الزا زهر، ماشي زهر فاني، سمحوا لي، وحتى الزا زهر حتى هي غتزيدوها من بعد. هاد الفاني اللي وريتكم دابا غنخليو التزيين، زائد نزيدو الزا زهر دابا باش يجي في هذاك المذاق ديال الزهر احسن من داك الزهر السائل. كتعجبني هذه اكثر. نزيدو 6 ديال البيضات كيف ما كتشوفي معايا. تقدري ديري هذاك الزهر السائل، كل واحد والمتوفر ديالو. انا كيعجبني الزهر الاخر غبره. كيف ما كتشوفي معايا في 5 دقائق تقدري توجدي هاد الحلوى بالزبده. تجمعي البيض عاوتاني بيديك، تخلطيه مع الزبده، تزيدي الدقيق. من بعد هذا اللي زدت دابا انايا راه الكوك، كندير معها الكوك، الزلافه ديال الكوك باش تجي هشيشه. تخلطي كلشي بيدك مزيان. تحاولي ما ترجعيش بيدك، تبقاي بحال هكا كدوري هاك، تبقاي تدوري ما ترجعيش بيدك كما وريتك. المهم البنات، انا شاركت معكم هاد الطريقه ديال الحلوى، نخرج منها جوج شكيلات. دابا غتزيدي شويه ديال الدقيق حتى باش تجمعي العجينه، زائد الخميره حتى هي. انا درت فيها خميره وحده، ساشي وحده. ساشي ديال 8 غرام. تبقاي تجمعي تجمعي العجينه كيف ما كتشوفي معايا دابا. تبقاي تزيدي في الدقيق حتى تجمعيها حتى تولي متجانسه.
تزيدي الدقيق غير بشويه بشويه باش ما تجيكش بزاف. هانتي كما كتشوفي معايا دابا انا جمعتها، نجمع مزيان. كنتي كتشوفي فيها راه ما مطلقاش بزاف وما قاصحاش. من بعد قسمتها على جوج باش ندير وحده شكيل ديال بطاطا اللي غندير. خصني كنفندها في هذاك اللي في الطبسيه راه الكوك زائد فاني باش تجي فيها النسمه ديال الفاني من الفوق. تخلطيه بحال هكاك. ديري دويرات بحال هكا كيف ما كتشوفي معايا. كيف ما كندير كنفندها في الكوك وفاني، ومن بعد ترشميها ديري المرشم في الدقيق وتنفضيه، تعاودي ديريه في الكوك وترشميه. حلوه بسيطه ديال دوازات هاي، كتجي فنه في المذاق، كتجي مقمشه. تحاولي تبعضيهم على بعضياتهم حيت ملي كترشمي كيتزادوا في الحجم ديالو. انا كملت بلاطه، شفتي كيفاش جاو. دابا غنمشي نديرهم في الفران ونكمل النص الاخر فندتو فيه سكر كلاصي، وغندير فيه لوزه اولا كاوكاو. هانتي كيف ما كتشوفي معايا خاصك تقوي فيهم السكر كلاصي من الفوق باش يجيو من يذوب سكر كلاصي يعطي واحد الشكل اللي هو زوين. هانتي انا زينتهم، درت فيهم كاوكاو. تقدري انتي ديري فيه اللوز اولا كركاعه، انا كندير فيهم غير اللوز وكاوكاو. ضغطي على اللوزه اولا الكاوكاو بيديك باش تشدها الحلوه باش ما تحيدش، باش ملي طيب ما تحيدش. ها هي طابت دابا، درتها في الفران. ها هي طابت كيف ما كتشوفي معايا. هذاك المقادير اللي وريتك خرجوا ليا جوج كيلات، جوج لاطات. هذه كيفاش جات من الفوق. الكوك كيفاش جات بحال الا مشيقه مقرمشه من الفوق. سكر كلاصي كيف ما شفتي معايا، داكشي اللي جات قوي. صراحه جاو فنين. تخليها تبرد وكليها بالصحه والراحه. انا هنايا درتهم في السطيل ديال الحلوى اولا صوبيره، تسدي عليهم بهذاك السلوفان زائد الغطاء ديالهم باش تبقى ما تبردش لك. بالصحه والراحه. الى فيديو جاي ان شاء الله. مرحبا بكم.